راك تشوف واش داروا الايمان خليه في المقجع واش راه يدير لينا الانظمه. اقسم بالله غير تهديد قومي، يسبوا فينا في المواقع، يسبوا فينا في الواقع بزاف، يروحوا من بلادنا. تتكلم جد والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. هما يضربوا مصالحنا كاع في العالم، في الاتحاديات الدوليه تاع الرياضه، في كل حنا نتكلموا على الانظمه الرسميه ونتكلموا على السياسات الرسميه المنتهجه من طرف الدول. هذه نرفضوها ورايحين نقابلوها بالمثل، لان حنا صافي فهمنا ايه مزيان. بلد وشعب عنده النيف نتاعو، عنده الكرامه نتاعو، عنده القوه نتاعو باش يفرض التوجه نتاعو في المجال الدبلوماسي. قالوا تريتوه معطي ولا خصنا ندير الشيطان. نشوف امرأة ورجل داخل بيت، ماشي احنا لنا جريمه، تلقى الشيطان تريتوه معطي ولا خصنا ندير الشيطان باش يمكن لي حتى هو نجيبو شي دبلوماسي وفي مجال حمايه الامن القومي. بالنسبه للاشقاء حنا اولا الشعوب بطبيعه الحال، بالنسبه للشعوب حنا كما كانت في الثوره التحريريه من الناس اللي حابه ترقى العلاقات بين الشعوب تكون مبنيه على اساس المصالحه، تكون مبنيه على اساس الاخوه. هذا عند علاش تكذب الشيخ راك تشوف واش داروا الايمان خليه في المقجع واش راه يدير لينا. الأنظمة شوف الأنظمة اليوم خاصة النظام المغربي المطبع مع الكيان الصهيوني هو اللي حاب يفرض السبب الله ما عرفنا السبب. هذا التوجه اللي نرفضوه انا تماما.